أهلا بيكم في قناة صوت الترند، وهنقول لكم على كل الترندات اللي شغالة دلوقتي، من الأخبار المحلية لآخر أخبار الفنانين والمشاهير. خليكم معانا عشان توصلكم كل التفاصيل أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. الاسم الشهير ياسمين يخلي الحجر يلين، لكن الاسم الحقيقي هو محمود، واللي واضح إن ما عندوش أي حدود. الخبر المنتشر دلوقتي إن الشرطة ألقت القبض عليه. وتخيل معايا المشهد لما الضابط راح يقبض على محمود اللي كان مغير نفسه وبيلعب دور ياسمين. أكيد كان الموقف غريب، واللحظة شكلها ما يتنسيش. الغريب مش بس القبض، لكن كمان الأحراز اللي ظهرت معاه. إحنا متعودين نشوف الأحراز في القضايا عبارة عن سلاح أو مخدرات أو كاميرا، لكن هنا الأحراز كلها كانت عبارة عن أدوات تجميل وملابس نسائية. المشهد نفسه كان كوميدي رغم إنه قضية جد. المعلومة اللي انتشرت بتقول إن محمود هيتحط في حبس الرجال، وتخيل معايا لحظة دخوله الزنزانة وسط مجرمين تقال وأصحاب سوابق. أكيد المشهد كان صادم بالنسبة له. اللي محير الناس أكتر إن في الفيديوهات كان شكله مختلف تماماً، مرة بدقن وشعر باين في إيده، ومرة شكله ناعم كأنه بنت. إزاي بيتغير كده في يوم وليلة؟ واضح إنه كان محتاج كورسات يتعلم بيها إزاي يمثل الدور بشكل أفضل، لأنه واضح جداً إن في لقطات كان باين إنه مش متقن. الموضوع مش بس غريب، لكنه محزن كمان. في رجال سابوا زوجاتهم وأهملوا بيوتهم عشان يتفرجوا على ياسمين، وبالنهاية اكتشفوا إن ياسمين ما هي إلا محمود. تخيل كمية الصدمة اللي تعرضوا لها. الموضوع كمان كشف قد إيه في ناس ممكن تنخدع بالمظاهر. فيه اللي بعت هدايا وفيه اللي بعت أموال، وفي الآخر الحقيقة كانت صادمة. أنا عن نفسي مستغرب إزاي محدش خد باله من صوته. لما تسمع تسجيلاته تعرف فوراً إن ده صوت ولد، حتى لو حاول ينعمه، لكن الظاهر إن الناس كانت مركزة في الشكل بس ومش قادرة تلاحظ الباقي. السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي واحد زي محمود يقدر يعيش بوجهين؟ الصبح يعيش حياته كراجل عادي، وبالليل يلبس ويتحول لياسمين عشان يجيب مشاهدات ودعم مادي. هل كان بيحس بالاحترام لنفسه في اللحظات دي؟ النيابة وجهت له عدة تهم، أولها نشر محتوى مخل بالآداب، وتانيها انتحال شخصية، وتالتها أفعال غير لائقة وقت وجوده في السجن. والحقيقة إن القضية معقدة ومش سهلة حتى على المحققين، لأن الموضوع مش مجرد خدش حياة، لكنه كمان خداع كبير للرأي العام. لو ركزنا شوية هنلاقي إن الحكاية دي انعكاس لفكرة منتشرة اليومين دول، فكرة إن الفلوس هي الهدف الأول والأخير، مهما كان الطريق ومهما كانت الوسيلة. حتى لو ضيعت كرامتك أو شوهت صورتك، المهم إنك تجمع فلوس. المسلسلات والسوشيال ميديا رسخوا الفكرة دي في عقول الشباب. شوفوا مشاهير التيك توك فجأة بيظهروا عايشين حياة رفاهية، بيسافروا، بياخدوا جوائز، وبيتصوروا في فيلات. فبقى عند الجيل الجديد اقتناع إن الفلوس إيكوال الاحترام. محمود مثال حي لده. قرر يتنازل عن كرامته ورجولته ويمثل شخصية وهمية بس عشان يحقق أرباح. وده للأسف نتيجة طبيعية لثقافة بقت منتشرة حوالينا. وفي النهاية الرسالة اللي لازم نفهمها إن الفلوس مهما كانت مش هتدوم. اللي بيفضل للإنسان هو دينه وكرامته وسمعته. ممكن تشتغل وتكسب وتحقق أحلامك، لكن من غير ما تخسر نفسك. وياريت الموضوع ده يكون درس لينا كلنا، لأننا لو مشينا ورا أي ترند من غير ما نركز هنلاقي نفسنا بنتخدع بنفس الطريقة. فخلي بالك، مش كل اللي يلمع دهب. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.